لكل من يعاني ألما في جسمه. بعطيك وصفة نبوية وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحابي، فطبقها الصحابي فشفاه الله سبحانه وتعالى. إن كنت تشكو ألما في جسمك فطبق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي. روى الإمام مالك وأحمد ومسلم وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا يجده في جسمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسمك، مثال كتفك يؤلمك، ضع يدك على كتفك وقل 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله، و7 مرات قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فطبق عثمان بن أبي العاص ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله عز وجل. فأنت إذا أحسست وجعا في جسمك في أي مكان ضع يدك وقل بسم الله 3 مرات، و7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.